السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده ان شاء الله يوم جديد من عند الفراخ بتاعتنا. النهارده يومنا ال 24. احنا لسه مكملين على العلف الوسط زي ما احنا. ان شاء الله من عمر 28 يوم نبتدي نخلط لهم العلف الوسط مع العلف الخشن عشان يبتدوا ان هم ياخدوا على العلف الخشن، ونسحب الوسط بالتدريجي زي ما عملنا مع النعام. طيب النهارده هنعمل ايه؟ احنا مكملين على الوصفة بتاعت الاسهال. الكوباية دي الكوباية التانية من مغلي الكمون والكزبره والشيح، وده الطفل بتاعها اللي انا مصفيه من امبارح. ده هحطه على العلف هنا وهقلبه على العلف، والميه دي هنزلها على الميه اللي هحطها لهم النهارده. واحده هحط عليها المغلي اللي هو بتاع الكمون والكزبره والشيح، وواحده التانية هحط عليها العلاج بتاعنا الكوكس كيور. لسه الكيس مكمل معانا لحد ما يخلص ان شاء الله على خير. بصوا هم هنا طبعا جعانين. انا زي ما متفقين عامله لهم، كنت عامله لهم فتره اظلام وفتره تجويع من الساعة 6 كده لحد الساعة 12. طافية النور تماما، حتى كانت الدنيا ابتدت تضلم. مفيش نور شباك، مفيش نور عليهم، مفيش أي إضاءة داخلة ليهم خالص. أنا دلوقتي ولعت لهم النور، والشباك ضلمة زي ما احنا، فعاملة لهم تجويع وإظلام. بصوا العلافة فاضية خالص. هنبتدي ننزل بالأكل. طول ما احنا بنحط علاج أو عاملة خلطة أو حاجة لازم تبقي مجوعة الفراخ. اوعى يا حبيبي. النهارده اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اوعي يا بابا. لما بينطوا على بعض عشان ياكلوا ثانية واحدة. وانا بنضف لهم الحمد لله الحمد لله لقيت تحسن في موضوع الاسهال. اعزكم الله. بصوا حتى الفرشه، يعني انا كده منضفه لهم بقالي ساعتين تقريبا. الفرشه ناشفه ما فيهاش رطوبه اللي كانت موجوده. فالحمد لله في تحسن ان شاء الله على الوصفه، ان شاء الله وبالعلاج يكون الموضوع احسن معانا، عشان احنا عايزين على عمر 30 يوم. لاني بعد عمر 30 يوم فبعد عمر 30 يوم ده احسن عمر للتحويل عند الفراخ بتاعتك. يعني ما تجيش مثلا تستعجلي على عمر 30 يوم وتقولي خلاص هما كده جابوا ال 30 يوم فانا هبتدي ان انا اطلع الدوره. بالعكس، احسن سن للتحويل بتاعهم بعد عمر ال 30 يوم. تلاقي الفرخ بيكبر معاكي ما شاء الله. تلاقي الفرخ بيكبر معاكي، التحويل بيبقى اسرع، الوزن بيزيد يوم عن يوم. يعني يومهم بعد عمر ال 30 يوم بيبقى اليوم بيومين. انزلي بالراحه. يومهم بعد عمر ال 30 يوم بيبقى اليوم بيومين. انا هحط لهم شويه علف هناك اهو برضو. ثانيه واحده. هنا بقى على الميه. بصوا انا هنا منقصه من الميه شويه. هنزل بالكوبايه كامله بتاعت بقيه الخليط بتاع امبارح. ده مغلي كمون على كزبره على شيح. نزلت بيجي على الميه التصفيه بتاعتها حطيتها على العلف بتاعهم زي ما انتوا شفتوا. على الميه التانية اهي نضيفه. هنزل بمعلقه من العلاج بتاعهم. بالتالي الكيس ده ممكن يبقى اخره بكره ان شاء الله، ولا النهارده لا مش هيكمل. احنا بقى النهارده بتاع 3 ايام ولا 4 ايام ماشيين بيه، فهو اخره النهارده هو الحمد لله. الكيس ده من عند البيطري عامل 35 جنيه. انا عشان بس ما يبقاش اهو. على الخلطه التانية كانت قالوا الوصفه نحط معاها معلقه نشا اهو. معلقه نشا اهو كمان على الميه دي. الحمد لله اللهم لك الحمد. ابتديت الاحظ تحسن من امبارح، فالحمد لله. زي ما اتفقنا لما تيجي تحطي الاكل بتاعك تتاكدي ان الفراخ كلها بتاكل، مفيش فرخ واقف على جنب، مفيش فرخ مش بياكل. لو لقيتي واحد واقف على جنب تبصي عليه، تبصي على الحويصله بتاعته، يعني اكل والحويصله بتاعته مليانه وتمام ولا لا. بصوا ده كان واقف هناك اهو، لقيته برضو اكل الحمد لله. حطيت لهم الميه. انا كنت رافعه الميه لاني وانا بحط العلاج اللي هو كوكس كيور حسيت ان ريحته مش مقبوله، فاكيد طعمه برضو هيكون مر عليهم، فكنت رافعه الميه برضو، كنت معطشاهم. لما تحطي علاج مثلا زي العلاج التنفسي او اي علاج تحسي ان هو هيبقى مر عليهم، حاولي ان انت تكوني معطشاهم. بصي لما تبقي معطشاهم وتيجي تحطي مثلا الميه هتلاقيهم بيشربوا عادي، حتى لو طعمها مش مقبول هتلاقيهم بيشربوا، ما هم عطشانين فهيشربوا ان شاء الله، والعلاج يجيب نتيجه معاهم.
ان شاء الله بامر الرحمن يعني، والموضوع يبقى احسن معاهم. هما زي ما اتفقنا الحيويه بتاعتهم كويسه، حتى النهارده في الفرشه حسيت ان الفرشه في تحسن فيها اهم. بصوا بيشربوا من الميه بالعلاج. الفرشه بتاعتهم يعني انا الفرشه دي مغيراها بقالي ساعتين، فالحمد لله في تحسن. الفرشه ما كانتش مرطبه زي امبارح، ما مش مليانه ميه زي امبارح واول، فالحمد لله ان شاء الله في تحسن بالوصفه دي وبالعلاج اللي احنا بناخده ان شاء الرحمن. بامر الله بعد الدوره دي هنشوف. ممكن الدوره الجايه ان شاء الله اجيب ساسو، نمشي برضو مع بعض واحده بواحده. هجيب ابيض وساسو لان انا ما بستغناش عن الابيض طبعا، بس في ناس طالبه مني ساسو. ناس طالبين ان هم يشوفوا الساسو برضو، بس الساسو دورته بتبقى طويله، يعني مثلا الدوره بتاعت الساسو بتبقى ضعف الدوره بتاعت الابيض. الساسو بياخد معاكي من 65 يوم ل 70 يوم عشان توصلي للوزن اللي انت عايزاه. طب هل الساسو بيبيض بس على المدى البعيد، والانتاج بتاعه مش مجزي، يعني مش هتاخدي منه انتاج زي البلدي، وبيبيض شويه وبيقطع، فاهمني؟ فاللي هيجيب ساسو للبيض لازم بقى يجيبوا ايه، يجيب عمر كبير، وده انا ما بحبوش خالص في موضوع التربيه. يا اما يكون باله طويل، عارف ان هو يجيب فرخه تقعد معاه شويه عشان ياخد منها انتاج بيض، وانتاج البيض بتاعها مش مجزي قوي، مش زي البلدي، مش هتقعد مثلا سنه تبيض، لا هي شويه وبتقطع على طول. فده بس الميزه بتاعته ان اللحم بتاعه زيه زي البلدي. ده الميزه اللي الناس بتحب الساسو عشانها، ان اللحمه بتاعته والشوربه بتاعته زيها زي كانك بتاكلي فراخ بلدي، لان هو بيبقى هجين ما بين البلدي والابيض، بيدي وزن عالي زي الابيض وفي نفس الوقت بيدي طعم زي البلدي. عشان كده واللي هيجيب ساسو يجيب الساسو الجيل الاول، الشيفر الجيل الاول. اي نوع ساسو تاني ولا هيدي معاكي وزن ولا هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها، والدوره بتاعته هتطول وهيبقى على الفاضي ومصاريف على الفاضي. احنا الحمد لله الفراخ بتاعتنا بتاكل امورها تمام، بيشربوا حتى من الميه اللي فيها السقوه والميه اللي فيها العلاج والميه اللي فيها الخلطه. الحمد لله رب العالمين، العمر بيبان معانا ان شاء الله بامر الرحمن. هنوزن تاني على عمر ال30 يوم، احنا وزننا على ال20 يوم، فهنديهم فرصه بقى كده على عمر ال30 يوم نوزن. ويعني مش هنطول بقى بعد ال30 يوم، ممكن نوزن تاني على 35 يوم 33 يوم، هنشوف بقى التطور معاهم، لان بعد ال30 زي ما اتفقنا العمر بيبقى اليوم ب2. احسن سن للتحويل واحسن وقت للتحويل واحسن وقت تاخدي فيه ميزان صح بعد عمر ال30 يوم، دي افضل نتيجه هتوصلي لها. للاسف في ناس بتستعجل تقول لك الدوره 30 يوم، بتيجي على 30 يوم وتطلع الفرخ مش بتاخد الوزن اللي هي عايزاه، يعني ممكن يطلعوا الفرخه على كيلو ونص 2 الا. فده بيبقى حاجه مش مرضيه، يعني بالذات في الموضوع التجاري، الناس اللي بتبيع وكده بيبقى الموضوع مش مربح معاها. لما انت تبيعي مثلا الفرخه كيلو ونص تنزل مثلا من وزنها 400 جرام ل 500 جرام، مش هيبقى الموضوع مرضي يعني. فهو ان شاء الله بعد عمر ال30 هنشوف مع بعض واحده واحده مع بعض ان شاء الله. واللي ما تشجعش ادينا ان شاء الله هنسلم الدوره دي ونبتدي دوره جديده مع بعض. اللي شاف الفيديوهات وعجبته وهيتشجع معايا يكتب لي في التعليقات، اكتبوا لي في التعليقات بس بلاش البلدي اديني بقول اهو تاني، بلاش البلدي مؤقتا لحد ما اظبط مكان ينفع للبلدي. ان شاء الله هجيب بامر الرحمن، هجيب ابيض وساسو الاتنين مع بعض ان شاء الله، بس الاتنين ما يتربوش مع بعض، لان الساسو في حاجات بتتعمل بعد الابيض. يعني احنا مثلا الابيض حولنا من العلف الناعم للعلف الخشن للعلف الوسط على عمر 15 يوم، لا الساسو بيطول عن كده، الساسو بياخد ناعم اكتر من كده. فعشان ما نظلمش الابيض ان احنا نطول معاه مثلا في العلف الناعم، او نظلم الساسو ان احنا نقطع عنه الناعم بدري شويه، فدول لوحدهم ودول لوحدهم. انا عندي ثباتين من اللي انتوا شفتوهم، فبامر الله لو هجيب ساسو وهجيب ابيض هحط ده لوحده وده لوحده، هنشوف مع بعض التطورات بتاعته يوم بيوم. النهارده الحمد لله اليوم بتاعنا عدى على خير، اشوفكم بكره في يوم جديد ان شاء الله. بكره يومهم ال25 ان شاء الله بامر الرحمن يكون موضوع الاسهال ده وقف خالص، نرجع تاني لخلطاتنا، نرجع تاني لخلطات زياده الوزن، وان شاء الله الامور تكون اتحسنت معاهم اكتر من كده. اشوفكم بكره على خير بامر الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.